السلام عليكم يا شباب. بأمر الله تعالى الحلقة دي هتكون أكبر مرجع ليك لو عايز تتقن اللهجة الأمريكية وتعرف إيه السر ورا نطقهم للكلام بالسرعة دي في الأفلام بتاعتهم، لدرجة إنك لو طبقت نص اللي هتسمعه في الحلقة دي برضه إن شاء الله هتسمع اختلاف وتغيير كبير جدا في طريقة نطقك. فيلا حضر لك حاجة سخنة تشربها علشان هتسمع أهم 15 سر في نطق اللهجة الأمريكية. يلا بينا، معكم إسلام AKA سامكس في حلقة جديدة من الشوارع. Let's get started. لاحظت ان معظمنا بيعاني لما بنيجي ننطق كلمه فيها ER. المشكله ان احنا بننطقها بنفس الشكل اللي بننطقه بيه بالعربي. يعني لما بنيجي نقول مثلا كلمه رمضان حرف الر اهو، رمضان، او زي بالظبط الناس اللي كانت زمان بتتفرج على مصارعه وفاكره اغنيه جون سينا. بص بتبدا ازاي من الاخر كده. نطق الاي ار هنا مختلف عن اللي انت سمعتها دلوقتي دي. الاي ار كأن عندك غمازات وبتحاول تظهرها. طبعا ما فيش غمازات فمش هتظهر حاجه معانا. فبدل ما نقول هنا دي حاجه اوفر، المفروض ان احنا نقول دي حاجه اوفر. اوفر. وبدل ما نقولها باللهجه العربيه بتاعتنا نيفر، لا خليها never. I just never really thought never. خلي بالك ان الكلمات هنا بتاعتها كتير جدا. ده انت عندك كل الصفات اللي بيتحط لها ER. جرب كده تنطق مثلا smaller taller better water. طبق بقى النطق ده على كل الصفات اللي فيها ER. الموضوع مش هين، دي الكلمات كتير جدا، ودي واحده من احلى واحسن الاصوات اللي ممكن تسمعها في الانجليزي الامريكي، لانك ببساطه لو سمعتها من على لسان ريد بيبر، واحد من اقوى المعلقين الصوتيين اللي ممكن تسمعهم في حياتك. حقيقي تستمتع بس من صوته وهو بيتكلم. This is great big story. Okay, Red, that was great. Thank you. You got it? Yeah, that was great. Cool. My name is Red Pepper. I'm a voiceover artist. Love is forever. Is forever. Forever is forever. The longer you wait, the harder it gets. The longer you wait, the harder it gets. The harder it gets. Upload. The ultimate performance enhancer. Take him out. Take him out. Take him out. اللي حصل هنا هو قالش حرف الاتش في كلمه هم. في الانجليزي الامريكي لما تكون عايز تتكلم بسرعه جدا في ربط الكلام، نركز وبعدها في ربط الكلام، عايز تتكلم بسرعه he have has him his her، كل دول شيل منهم حرف الاتش. فبدل what did he what did he شيل على طول الاتش. عشان كده في المشهد ده من فيلم سبايدر مان لما قال before ما قالش he. Before he leaves انت سمعتها هي بس هو ما قالش هي. في الانجليزي الامريكي ما تبطئش نفسك ابدا. She has killed them all. 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 زيجي معلش خليك معانا كده في مشهد صغير. كلاب ولا قطط؟ cats or dogs. في كل مرة تقابل فيها كلمة or في الانجليزي الامريكي مش شرط تقولها بالكامل كده، لان انت كده بتبطئ نفسك. في السياق السريع بنقولها بشكل اسرع. شايف الاو ار؟ شيل الاو حط مكانها ايه، ادمجها في الكلام على طول. فبدل ما تبقى cats or dogs، ليه البطء ده على طول؟ cats or dogs dogs. good or bad good or bad. فكركم باكد عليك ما تعملش الكلام ده غير في حاله الربط، يعني الايقاع بتاع كلامك يكون سريع، لان لو الايقاع بطيء عادي ما تغيرش اي حاجه ولا كانك سمعت اي حاجه مني. هوريك دلوقتي حالات كتير جدا هم بيتكلموا في الايقاع البطيء وفي الايقاع السريع. يلا بينا نشوف. Do I want to see the circumstances good or bad? Do I want to see the circumstances good or bad? Good or bad? Good or bad for society, what's pro-social and what's antisocial. Good or bad for society, what's good or bad. Traffic problems or sound or lights or crime problems or sound or lights or crime.
crime and problems or sound or lights or crime and كل اللي هعمله دلوقتي يا شباب ان انا هعرض مقطع اتقالت فيه كلمة تو. عايزك تركز كويس جدا الكلمة دي اتقالت ازاي. يلا بينا. Let's jump. Talk to me. Talk to me. Talk to me. لو ركزت هنا هتلاقي انها اتنطقت لمس حتى عليها، ملحقش ان هو يقولها بلسانه. الفكرة هنا ان كلمة تو درسناها في المدرسة بالشكل ده، لكن لما تكون في الحياة العملية وبتتكلم بسرعة، ايقاع كلامك سريع وفي وسط جملة، النطق بيختلف ولا كأنها اتضغطت. قلت والزقها في الكلمة اللي بعدها على طول. بدل كلمة talk to me لا talk to me talk to me talk to me. يلا من الأسرع للأبطأ ودورك. It's all up to you. 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 معك 5 ثواني نحاول ننطق فيهم الكلمتين دول بالإنجليزي ونشوف هننطقها ازاي. It's one of the top 10. It's one of the top 10. بسبب مشكلة التعريب الإنجليزي وصلنا لمرحلة إن إحنا ممكن نقول الجملة دي أنا today عندي تاسك ممكن أجله tomorrow. إيه الفكرة هنا اللي بوظت الدنيا؟ الفكرة إنك اتعاملت مع التي اللي جت في أول المقطع أو الكلمة معاملة الته بالعربي. الفكرة هنا إن حرف التي لو قابلك في أول الكلمة أو أول المقطع حاول تطلع فيه هوا. today Today. 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 It's a task. 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 فالصح هنا انك تطلع هوا في حرف التي. today time مش today ولا time. بغض النظر انها هتخلي نطقك اجمل واحلى، بس لو ما طبقتهاش هيحصل كده في الانجليزي. هتبدا تسمع كلمات بنطق تاني خالص زي مثلا town down tower door tip dip. شفت الفرق ما بينهم؟ قريب جدا. واللي يميز هنا تعالوا نركز معاهم في حرف التي من على لسان الناس العاديه ومن على لسان المعلمين. Over 100 cans of tuna. Tuna. But if tomorrow we all if tomorrow tomorrow. ممكن في العربي وانت بتتكلم في سياق الكلام البطيء فتقول لان انا عارف، لان انا عارف. اما لو انت مجهز كل الكلام في سياق سريع هتقول لان انا عارف انا عايز ايه، لان انا عارف انا عايز ايه، لان انا. شايف السرعه؟ ربطت انت. نفس الشيء في الانجليزي، بدل ما تقول كلمه بي لا ثواني مش بيكوز لا ب حرف الب because Simply because. Simply because. Simply because. Simply because. Simply because. Simply because. Because. فبدل ما تقولها بالنطق الصح بتاعها اللي هو ممكن يكون صعب عليك فعايز تنجز الموضوع وتنطقها بسرعه جدا في الربط، يلا cause I لان انا. طبعا انت مش محتاج توصيه هنا عشان تعرف مدى اهميه الكلمه دي، فلما تعرف الاختصار بتاعها هيفرق جدا في تسريع نطقك وانت بتتكلم بالانجليزي. ليه؟ لان اسرع ناس بيتكلموا انجليزي هم مغنيين الراب، فدول اكتر ناس هتلاقيهم بيستعملوها، على راسهم الحاج امينيم طبعا. She got me dazing, cause she was so amazing. Cause she was so amazing. But now it's the game up, cause one of the ways I came up, cause one of the ways I came up. كنت بتفرج من يومين على فيديو تحفيزي بالانجليزي، شدني الكلام جدا لحد ما لقيت الراجل هنا قال جمله قلت لا الجمله دي مش لازم تعدي. تعال نروح نشوف هو قال ايه. They're tired, they're so busy, 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 they're tired, they're so busy. هنا لو انت بتتكلم انجليزي وقابلت الجمله دي في ايقاع كلامك السريع وعايز تقول they are، ما تقولش كده. انجز بقى، انجز، خليك سريع على نفس ايقاعك. they are coming, they're coming, they are, they're coming. يعني هم قادمون. طب هم مثلا رحلوا. they are gone. يلا they're gone. ولو قلنا هنا they are صح برضه، بس في ايقاع الكلام الهادي، يكون كلامك هادي مش محتاج سرعه. they are coming، مش محتاجين سرعه هنا.
الفكرة بقى هنا يا شباب ان احنا لو فكرنا نشوف جملة زي دي ونحللها نشوف اتكررت كام مرة في فيلم زي فيلم السمكة نيمو، هنلاقيها اتكررت 15 مرة بنفس السرعة والأداء. عشان كده يلا نتدرب عليها. اديني حبة دلع. They're coming! They're coming! They're coming! They're coming! They're coming! They're coming! They're coming, they're coming hard, and they're coming fast. They're coming hard, and they're coming fast. They're coming hard, they're coming hard, and they're coming fast. 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 اللي احنا اتعلمناه في المدرسة ما اسمك بالانجليزي يعني what's your name. Hello, hello, what's your name? What's your name? What's your name? مفيش أي مشكلة في الكلام ده وصح، بس في نطق تاني أسرع من كده لكلمة your. تعالوا نروح نشوفه. What's your name? What's your name? What's your name? اللي حصل هنا بكل بساطة كلمة your بقت your. لو لسه الفرق بالنسبة لك مش محسوس تعالوا نحطهم في مواجهة مع بعض، الحياة الأكاديمية ضد الحياة العملية. What's your name? 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 عشان كده فضلت ساعات بدور في الافلام على مشهد واحد الاقي فيه كلمه your اتنطقت بالنطق الكامل زي كده، ما لقيتش غير المشهد ده. And your job, 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 and your job. على الرغم ان هي هنا شددت على كلمه جدا الا ان برضه قالتها your، ونفس الشيء برضه ينطبق على جمله you are برضه اختصارها your. تعالوا نشوف كل الكلام ده في الافلام. Let's jump right in. If you're not where you are, if you're not. Finally, now you're married. Yes. So you're married. 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 When you achieve your dream, when you achieve your dreams, achieve your dreams. كلمة كان لما درسناها لوحدها أخدناها بالشكل ده كان، بس أغفلنا عن جزئية الربط لما يكون في كلمة كان وعايز تنطقها بسرعة في وسط الجملة. يلا كان فبدل ما تقولها مثلا في جملة we can stay، بص بطيئة برضه مهما حاولت أسرعها هي بطيئة. اربط بقى وشيل الفراغات. يلا we can stay we can stay we can stay we can stay in school longer we can stay 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 we can stay. حتى الأطفال عندهم اتعلموها كده. I can jump, I can walk, I can dance, I can talk, I can run, I can kick, I can move and I can swim. عشان كده الأطفال دي لما كبرت بيقولوا لهم الأغاني بالشكل ده. بس سألتش نفسك ليه كلنا بنقول على الرئيس الأمريكي ترامب وهم بيقولوا عليه Donald Trump. Sorry, I have difficulty saying that. Okay. Trump. Sorry, I have difficulty saying that. Okay. وده لأن حرف التي لما بيجي بعده حرف الآر بيتنطقوا كده true, try, tree, Trump, train. وده يخلينا لو جبنا كلمة صعبة زي الكلمة دي تتوقع بدايتها من غير ما تعرف النطق الصح أصلا، بس أنت هتجيبها صح. تعالوا نشوف الممثلة قالتها إزاي والنطق الصح كان عامل إزاي. لأنه مرة عملت بانجي جامب سببت لي تروما. There are places for acute trauma and علشان حسين الشحات يبقى تاني هاتريك. Begovic, which he's done. Salah on the verge of a hat-trick. Defenders getting back. He's still dancing his way. فين التعبيس؟ فين المحابيس؟ فين التعبيس؟ Trapezius muscle.
triceps, biceps, triceps, triceps, triceps. People make hashtags trend or not trend. Trend or not trend. معاك برضو التي لما بيجي بعدها واي بتبقى تش، زي المغني لما عمل في اول الحلقه. What you know about rolling down in the deep? What you know about? What you know? وده برضه يخليك ما تستعجبش لما تشوف البنت هنا قالت في المشهد ده next year السنه المقبله، بس ما قالتهاش كده، وغيرها وغيرها وغيرها. I'll see you again next year. 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 Next year. Next year. Next year. Next year. Next year. In the middle of our house. In the middle of our. ايوه في الحقيقه هنا هو قال hour، وكل مره تلاقي كلمه hour في الانجليزي الامريكي وعايز تنطقها بسرعه مع سياق الكلام اخطفها، ما تنطقش منها حاجه غير حرف الار، واكبر دليل عندك ان هو ما نطقش اي حاجه غير حرف الار، ركز في بقه، بص ما قفلش بقه اصلا. our house. هل هو لوحده اللي بيعمل كده؟ طبعا لا، عشان كده اديني حبه دلع. Our hat rack. Our hat rack. Our missions, our protocols. Our missions, our protocols. Our bodies are biology. Our bodies are biology. On our own. On our own. Our love. Our love. Our love. وهنا بقى يا شباب نيجي للعجب كله، كلمة ذا في الإنجليزي الأمريكي، الطبيعي الكلمة دي لو جاب بعدها كلمة بتبدأ بحرف متحرك من الحروف الخمسة دول، زي مثلا the oil the ocean، خدت بالك إيه اللي حصل؟ بقت the. ولو جه بعدها حرف ساكن عادي جدا، مثلا زي the world the car the best، عادي جدا اتقالت ذا زي ما هي. لحد هنا يا اسلام ومفيش جديد، بس تتفسر بايه بقى لما تيجي تقابل ست كبيره زي دي بتتكلم انجليزي وتيجي تقول لك على جمله زي دي، بدل ما تقولها the age of two قالتها the age. طب المفروض كلمه age بتبدا بحرف متحرك، ازاي؟ The age of two. The age of two. The age of two. هل هتقول لي هنا ان الست دي ما بتعرفش تتكلم انجليزي؟ طبعا لا، دي امريكيه. الفكره هنا ان هم في كلمه ده مش بيلتزموا ساعات في قواعد، بس في حاله ان كلامهم سريع، كل اللي بيعملوه ان كلمه ده اللي انت شايفها دي مش بينطقوا منها غير التي اتش ذا، وبيربطوها في الجمله اللي بعدها او في الكلمه اللي بعدها، زي مثلا كلمه the internet، ده اللي احنا متعودين عليه، صح؟ السرعه بقى تخليك تنطقها the internet. The internet. Over 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 the internet. السرعة وصلتها هنا انها تلمس التي اتش وتطير في الكلام وما تلتزمش بأي قواعد، وده كان أسرع اختصار ممكن تسمعه كلمة ذا. ولو حصل هنا انك قابلت في الانجليزي في مرة حد بيقول لك كلمة the best، يعني الأفضل، the best man I've ever known، أفضل رجل عرفته في حياتي. The best class that The best class. ليه هنا كسر؟ ده المفروض يقول كلمة the best. The best. طب ليه كسر؟ بهدف التشديد على المعنى. الأفضل. The best man I've ever known. هنا كسرها بدون سبب للتشديد على المعنى. The best insighten. The best insighten. The best insighten. But anyway, this is the best brand for. But anyway, this is the best brand. معاك 5 ثواني تحاول تنطق فيهم الجملة دي وتشوف هتقولها ازاي. What you know about rolling down in the deep? What you know about rolling down in the deep?
على الرغم هنا ان ايقاع الكلام كان بطيء الا انه ماشي في انسيابيه الكلام زي السكينه في الحلاوه. يلا بينا نقلبها تحليل ونعرف ايه سبب سرعه النطق اللي خلته يمشي بالانسيابيه دي. ومن الطبيعي جدا ان احنا لما نيجي نقول جمله زي دي ننطق فيها كلمه ذا in the car. طبيعي صح؟ بس هل هم بيقولوها كده في الافلام؟ تعالوا نشوف. In the locket. In the locket. In the locket. In the locket. More in the car. In the car. In the car. In the car. She's in the car. She's in the car. She's in the car. وهنا في كل مرة تقابل فيها كلمة in the في الإنجليزي الأمريكي شيل ال TH منها وانت ال E بس. بل مش ال E، ده احنا هنقول لا الشفايف بيتحرك ولا الفك بيتحرك. In a car. In a car. In the locket. 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 ممكن تقول لي هنا طب ما انا يا اسلام ساعات عادي بسمعهم بيقولوها كامله جدا كلها ومن غير اي حاجه من اللي انت بتقولها دي. صح، عادي جدا، يعتمد على سياق الكلام ومدى السرعه، لان لو في سرعه هيحصل ربط، لو الكلام مش ماشي بسرعه عادي ما تربطش. زي ما اقول لك مثلا ده اللي انت هتقابله في الحياه، وممكن اقول لك ده اللي انت هتقابله في الحياه. في الحياه بص الربط ربطت على طول لان السرعه جابت ربط. When you wake up in the morning and you look in the mirror, what do you see? When you wake up in the morning and you look in the mirror, what do you see? When you wake up in the morning and you look in the mirror, what do you see? Rolling down in the deep. What you know about rolling down in the deep? Down in the deep. Understand ourselves in the world, right? So we used to understand ourselves in the world, in the world, in the world. من العجيب بقى في الانجليزي لما تيجي تقابل جمله زي دي جرب تنطقها كده. لو انت مستواك حلو في الانجليزي المفروض تقول he didn't know didn't ونقف عند الان بس. صح كده؟ عايش وصح جدا. بس في هنا اختصار اسرع بيقولوه بس ما بناخدش بالنا منه. تعالوا نروح نشوف بيقولوا ازاي. He didn't know. He didn't know. He didn't know. اللي حصل هنا عجيب شويه، مش didn't، لا شال الدي الثانيه قال didn't. He didn't know. He didn't know. تعالوا نروح نتدرب عليها. We didn't know. We didn't know. We didn't know. We didn't know. He didn't know the answer. 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 وزي ما علمنا يا شباب في الحلقات اللي فاتت من السلسله دي ان احنا لو عايزين نقول بالانجليزي منزلنا our house الاسرع our house بننطق حرف الار بس. our home. وعلمناها هنا بالمشهد بتاع الست دي لما قالت الكلمتين دول على بعض ورا بعض بحرف الار بس. حد هنا يعرف يطبق؟ our bodies are biology يعني أجسامنا ونظامنا البيولوجي. Our bodies are biology. Our bodies are biology. المفروض بقى دلوقتي انك اكتسبت خبرة انك لو سمعت الكلمة دي في اي فيلم امريكي خلاص بأمر الله تعرف تلقطها بودنك. عشان كده اقفل الشاشة وتخيل دلوقتي انك بتتفرج على فيلم امريكي وسمعت الكلمتين دول تقدر تفهم بسهولة اتقال ايه. صح؟ Come to our world, 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 come to our world. لو لقطتها صح كده يبقى عايش انا اطمنت على مستواك في الاستماع من الكلمة دي بالذات. يلا بينا نتدرب عليها. Our return, our return, our return, our return, our return, our return, our return.
السلسله دي ان شاء الله هنكملها بحيث ان اللي عايز يرجع لها في اي وقت تغير نطقه في اسرع وقت ممكن. لو طبقت الحاجات دي في حياتك اليوميه نطقك هيتغير تماما بامر الله تعالى. طبعا لو وصلت للجزء ده من الحلقه يبقى اكيد ان شاء الله تعالى يعني الحلقه عجبتك، فلو عجبتك ما تنساش اللايك. لو عندك فكره اي حلقه او اي كلمه عايز تعرف النطق السريع بتاعها بيكون ازاي اكتبها لي تحت في التعليقات، وان شاء الله بجمع كل الكلام اللي انتوا بتكتبوه وبعمل منه الحلقات. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد وحلقه جديده. بيس.